السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد ويوم جديد. معانا النهاردة جبنة قديمة. عايزة اقول لكم ان انا كان عندي علبة جبنة قديمة، وطبعا ببقى عايزة ازود الجبنة القديمة، فما كنتش بعرف اعمل ايه. بعد كده عرفت بقى ان انا لازم ازود لبن وازود جبنة كل فترة كل ما بتبدأ تخلص من عندي. طيب انا بقى عندي يعتبر مية جبنة قديمة، ما فيهاش جبنة قديمة حرفيا، هتشوفوها دلوقتي. فقررت ان انا اعمل جبنه قديمه، بما ان كمان الناس كتير منكم بيبقى عايز يعمل جبنه قديمه. طيب جبنه اهوت انا معايا، دي الجبنه القديمه دي انا كنت شايلاها عندي وحطها في التلاجة. تمام. وجبت جبنه قديمه من ست فلاحه كده، اللي هما بيبيعوا الجبنه القديمه دي، ست كويسه جدا. جبت من عندها نص كيلو، كان عامل 25 جنيه. تمام. بصوا شايفين؟ ميه جبنه قديمه، فيها فلفل، فيها ممكن لو بقى عندك جبنه قريش حطي. انت بقى مع نفسك كده ابدأي حطي الحاجات دي مع نفسك. عايزه تعمليها جبنه زي ما بيقولوا خلطه دي، هتحطي فيها لانشون، تحطي فيها جبن برضه هتظبط معاكي على فكره. بس انا بحب الجبنه القديمه. الجبنه القديمه عندي هنا، جبت علبه اكبر شويه زي ما انتم شايفين اهي. طبعا اهم حاجه تكون الحاجه مغسوله كويس جدا ومتعقمه، علشان الحاجات دي ما تعملش دود. دي اهم نقطه في القصه كلها. بصوا جبنه قديمه، بصوا ميه الجبنه القديمه ما فيهاش حاجه. ده بجد يعني انا اصلا بدقق في الحاجات دي قوي. فبصوا، ما شاء الله زي الفل. انا بقى جبت الجبنه القديمه ديت نص كيلو زي ما انتم شايفين اهو. انا بظبط الكاميرا معلش. فببدا هفتحها اهو، وهبدا احط الجبنه القديمه في العلبه دي. وانت بقى انت مع نفسك بقى، انت كل فتره. هي دي الاساس يعني يا جماعه. لما تيجوا تجيبوا جبنه قديمه، ازاي تعملي في الاصلا القاعده الاولى، لازم يكون عندك جبنه قديمه وفيها شويه ميه تزوديهم. طب بعد اعمل ايه؟ بتجيبي زي شويه بواقي لبن، لبن قطع عندك، بحط فيه، باخد اللبن القطع مثلا، شويه لبن باقوا مش هتعملي بيهم، مش هتستخدمي بيهم حاجه، احطهم. اللي هي دي قرن فلفل احمر احطه. ده اصلا ده الانتاج اصلا في الاول للجبنه القديمه. زي ما انتم شايفين بصوا كده اهو. انا بدات خلاص كده، عبيت العلبه بتاعتي الجبنه القديمه. انا بحاول اقلبها وما تكسريش الجبنه دي كلها، يعني انا ما كسرتش القطعتين اللي كانوا موجودين، لا، قلت هجيب تاني، لاني يعني حسيت ان الميه خفيفه سيكه. فقلت لا، انا هجيب تاني، هزود. بصوا انا ما قطعتش الجبنه، سبتها زي ما هي، القطعه الكبيره. في بس هي الحاجات اللي بتبقى مفرفته لوحدها دي مش مشكله. بس اهم حاجه الجبنه القديمه اللي تشتريها تحطيها، تتاكدي ان هي جبنه قديمه، مش آم، اسمها ايه دي، بيبقوا في ناس فلاحين مش بيبيعوها اصليه. يعتبر الجبنه القريش كده وحاطين عليها ميه جبنه، مش بتبقى جبنه قريش، مش بتبقى جبنه قديمه. جبنه قديمه. بصوا كده، انا جبتها لكم كده من زاويه فوق اعلى. شايفين بقت عامله ازاي؟ وريحتها بقى جبنه قديمه، جبنه قديمه. وبصوا بقى، وانا حاطه فيها فلفل مشطشطه، دي بقى تقطعيها كده عليها شويه طماطم، شويه طحينه، شويه خيار. بصوا يعني في حته تانية. دي لعشاق الجبنه القديمه. يعني انا عملت حلوه حادي، كنت عامله فوق كيكه، وفي نفس اليوم عملت الجبنه القديمه عشان ما احرمكمش من حاجه، عشان الناس بتقولي احنا مش كلنا بنحب الحاجات الحلوه. فعملت الجبنه القديمه. انا كده هغطيها بالعلبه، وزي ما قلت لكم، المعلقه اللي تتحط في علبه الجبنه تبقى مغسوله ونضيفه وما تتحطش تاني. يعني حطيتي دقتي منها، ما ينفعش المعلقه دي تتحط تاني في العلبه، علشان ما تفسدش الجبنه وتعمل دود. ده اللي بيعمل دود على فكره للحاجه، ان بتبقى آه مطرح مش عارفه ايه يحط، مطرح ايه يحط. فبصراحه هي دي اللي بتعمل عفونه للجبنه. فزي ما انتم شايفين بصوا، شايفين الفلفل، فلفل احمر وفلفل اخضر، الفلفل اللي انت عايزاه حطيه. بس طبعا انتوا، انا عارفه ان شاء الله كلكم بتغسلوا وتنظفوا حاجتكم، بس انا قلت لك المعلومه دي لان انا فعلا اول مره اما عملت الجبنه دي فدقت منها وعجبتني كده وايه.